مرحبا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. بنات ان شاء الله اليوم راح اسوي لكم حلا جدا سهل وبسيط وسريع بنفس الوقت، ومقادير متوفرة بكل بيت. راح استخدم هنا البسكت، اي نوع بسكت انتو عندكم متوفر. انا استخدمت هنا عندي بسكت لونه يعني بسكت شاي، اي نوع انتو حابين. فاستخدمت هنا عندي 3 باكيتات تقريبا، 3 باكيتات ونص. وهنا عندي ملعقتين طعام كاكاو خام يعني مر. وهنا عندي ربع كوب زبدة، وعندي ملعقتين طعام سكر بودرة، بنات بودرة المفروض حتى يمتزج ويا بقية المواد. وهنا عندي كوب الا ربع حليب. هسه اول طريقة راح اسويها ان انا اخفق او اطحن البسكت. اي شي عندكم تقدرون تطحنون بيه، تقدرون حتى لو تخلوه بكيس وتضربون عليه بالشابك راح يتفتت وياكم. المهم راح اطحن البسكت ونرجع. هسه بنات بعد ما طحنا البسكت طحن ناعم بهذا الشكل. هسه راح نبدا نضيف عليه الكاكاو ملعقتين طعام. ان شاء الله المقادير راح اكتبها بصندوق الوصف. نضيف عليه السكر، ملعقتين طعام سكر مطحون. نمزج كل المواد سوا حتى تتجانس. هاي بنات بعد ما نمتزج الشكر والكاكاو ويا البسكت، هنا راح نبدي نضيف الزبدة على البسكت بهذا الشكل. اضيف شوي شوي وابدي احركها زين، امزجها سوا بحيث يصير عندي البسكت مثل المبلل بنات، يعني متشبع بالزبدة. ابدي اضيف شوي شوي واقلبها بهذا الشكل. هاي بنات شوفوا بعد ما دمجنا الزبد ويا البسكت بهذا الشكل. هسه راح اضيف هنا عندي كوب الا ربع حليب، وراح ابدي اضيف شوي شوي واعجن زين الى ان اوصل للقوام مثل العجينة بهذا الشكل. ضيفون الى ان تصبح عجينة عندكم. هسه راح اراويكم القوام بالاخير ورا. بنات شوفوا بعد ما ضفت الحليب بديت اعجنها بهذا الشكل. راح يصير عندي عجينة متماسكة زين بهذا الشكل. شوفوا بحيث من تكوروها بكل سهولة تقدرون تكوروها بهذا الشكل. هسه هنا بهاي الطريقة راح اجيب ورق زبدة وابدي الفها بورق الزبدة. هاي بنات بعد ما كورناها عجناها صارت عندي عجين بهذا الشكل. هسه راح ابدي هنا اخليها بالورق مال الزبدة بهذا الشكل زين، وابدي الفها حتى نخليها بالثلاجة. راح نبدي نلفها ورق الزبدة بهذا الشكل. الف بنات واضغط حتى تتساوي بهذا الشكل. بعدين نبدي نلفها وندخلها للفريز. بنات بعد ما حطينا الحلاوة بالثلاجة وتركناها تبرد، هنا عندي كاكاو. هذا شوفوا بنات راح ابدي اذوبه. اي كاكاو عندكم انتم تقدرون تذوبونه بدون ما، اذا حابينها بدون كاكاو بدون تزيين فالاختيار يبقى لكم. هاي هنا هسه راح اذوب على حمام مائي. ان انا شو اسوي؟ اجيب طاسة ثانية واخلي بيها ماي حار واقعد هاي الطاسة بيها وابدي احركه. هاي راح اخلي ماي من الغلاية حار بنات يغلي بهذا الشكل، وراح ابدي اقعد هاي الطاسة هنا بهذا الشكل، وراح تذوب عليه الحرارة ويا التقليب المستمر. شوفوا بنات بدا يذوب وياي الكاكاو بهذا الشكل. هاي الطريقة شوفوا بنات بدا يذوب بكل سهولة زين. هاي طريقة سهلة. ذاب الكاكاو عندي بهذا الشكل زين. رفعته يعني شلته من الماي اللي كنت خلت الطاسة بيه. شوفوا بنات راح اتركه على صفحة وابدي اقطع. طلعنا هنا عندنا الحلاوة من الحلا من الفريز. راح نبدي نفتح بهذا الشكل. بسم الله. راح نبدأ نقطعها، راح تقطعينها بكل سهولة. هسه أول ما نقطع هاي الحافات لأن احنا ما راح نستخدمهن زين، راح نبدي نقطع بهذا الشكل. قياسات متساوية
بنات كلش طيبة، جربوها كأنما قاعد تاكلون كيك يعني، كلش طيبة. شوفوا بنات قطعناه بهذا السمك، شكله كلش حلو. حتى اتمنى تجربونه. ولهنا لا تنسون اللايك بنات. خلينا نكمل خطوات العمل. هنا هسه راح نرفع البسكوت ونجيب الكاكاو. هذا الشكل شفتوا مكونات جدا بسيطة، سوينا حلا سهل وبسيط حلو للتقديم. هسه بنات هذا الكاكاو راح اخذ كل قطعة واغطسها بالكاكاو من فوق بهذا الشكل، بس مجرد يعطيها منظر وطعم كلش طيب. ونرتبها بهذا الشكل. كلش حلوة وطيبة بنات. اتمنى تجربوها وما تنسون اللايك من ايدكم الحلوة، واكون ممنونة منكم اذا ما تنسون اللايك بنات. وكل ما تخلوها تجمد اكثر راح يعني يضبط شكلها اكثر. انا هنا هسه ما تركتها غير ساعة واحدة بس. بنات هاي النتيجة النهائية كلش حلوة. شوفوها بنات، تصلح لأعياد الميلاد، عصريات، مناسبات، كلش حلوة. اتمنى عجبكم الفيديو وما يكون ثقيل عليكم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصل كل جديد ننزله. ومع الف سلامة.